بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض رنجة، طبق جميل جدا، حاجة كده بتحرشي بيها بتخليكي تاكلي ياما، بس طعمها جميل جدا. وهقولك كمان ازاي تشتري الرنجة وازاي تنضفيها بطريقة سهلة جدا بحيث ما يطلعش معاكي ولا شوكة. خليكي بس معايا في الفيديو الاخر، ويا ريت تستفادي بشيء، ويا رب بقى تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وشكرا. ويلا بينا على طول على الفيديو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي تجيبي الرنجه تتكي عليها كده، لازم تكون اللحمه ماسكه نفسها. بصي لما بتكي عليها بترجع تاني ازاي، شايفه؟ ترجع تاني ازاي. لو انا بقى اتكيت عليها وفضلت بقى تحت كده، يعني اتكيت عليها جامد وفضلت موجوده كده تحت، يعني بتبقى ايه، مش حلوه، بتبقى اللحم بتاعها متحلل، بتبقى ايه، قديمه ومش مستويه كويس يعني. لكن كده اهو، بصي لما اهي بترجع تاني، ده دليل على ان اللحم بتاعها حلو. وهو زي ما شفنا اللحم بتاعها كويس جدا. دي الطريقه اللي هتشتري بيها الرنجه. الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدا نخلي الرنجه معانا بطريقه سهله قوي. هنبدا كده نمسكها، نقطع حته كده صغيره من تحت، ونبدا نمسك كده اهي. هنبدا كده في الناحيه التانية، شوك هنبدا كده نقطعها من هنا اهي اهي، طالع كده من غير شوك. اهي برضو حاولوا بصوا تشدوها كده اهي، علشان خاطر الشوك ده ما يطلعش معانا. هنعمل ايه؟ هنقطعها بقى دلوقتي اهو. انا قطعتهم بالشكل دوت كده قطع صغيره. هنبدا بقى هنا الحاجات اللي هنوضبها ونحطها عليها عباره عن ايه، بصل اخضر وبصلايه هنا كده، وفلفل حامي لو انت عايزاها سبايسي، مش عايزاها سبايسي ما تحطيش فلفل حامي، وفلفل اخضر وطماطمايه او طماطمتين. هروح بقى اغسل الحاجات دي كلها واقطعها واجي اوريكي الشكل ايه. انا هنا غسلت الخضار وخرطته، هنا البصل الاخضر، هنا بصلايه عاديه، وهنا فلفل كوبي، لو عايزه فلفل حامي حطي لو بتاكليها حاميه، وهنا طماطم. هبدا اقلبهم على بعض. بصي البصل الاخضر هنا مفيد جدا ومهم جدا تجليه جنب الفسيخ والرنجه والحاجات ديت، علشان خاطر عارفه بيقولك بيكسر سمه. لو في اي يعني حاجه مش يعني لو في سميات، تعرفي ان البصل الاخضر ده هيظبطه، يعني مش هيخلي فيه اي حاجه مضره يعني. يا اما تاكليه جنبه، بس انا بحب اخرطه عليه، بيدي لون وطعم جميل جدا. وممكن وبقدم جنبه كمان بصل. زي ما قلت لك انا هقدم جنبه بصل اخضر وخيار وسلطه طحينه، وهحط عليه كمان طحينه. دلوقتي هحط الزيت، احط له شويه زيت حلوين كده. شايفه الوانه جميله ازاي؟ ده بقى لما تعمليه تسيبيه كمان ساعه او ساعتين في الخلطه بتاعته، بياخد منها كده، والبصل بيدبل من الملح بتاع الرنجه، بيبقى طعمها جميل جدا، احسن ما تتقدم طازه كده على طول يعني. بصوا انا قلبتها اهو. هجيب بقى طبقين وهقدم فيهم. هقدم هنا كده، دي هعملها من غير هقدمها من غير عندي طحينه. ده بقى هحط لها طحينه واقدمها بيها. هجيب الطحينه اهي، حطيت لها طحينه. هقلبها بيها. ممكن تحط لها سلطه الطحينه جاهزه اهي، برضو بتخليها جميله جدا. وهفضيها في الطبق
بس يا ريت زي ما قلتلك تعملي ايه، تخليها قبل الاكل كده بساعة ولا ساعتين، علشان تاخد من طعم البصل والحاجات اللي موجودة عليها، وتخلي طعمها جميل جدا. اهو بالشكل ده جميلة جدا حقيقي. بالطريقة دي كده، هنا بالطحينة وهنا من غير طحينة. يا رب الطريقة دي تعجبكم، واعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.